شايفين يا حبيبي ما شاء الله على جمال الحلبه، وهتنبت معاكي مسافه يوم واحد بس 24 ساعه هتاكلي منها. اهم حاجه تتبعي الخطوات خطوه بخطوه، وتطلع معاكي حلبه في منتهى الجمال كده ما شاء الله. وزي ما قلت لكم لو عرفت فوائد الحلبه هتعملوها دايما باستمرار. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجه تجيبي الحلبه وتنقيها كويس من الرمل والزلط، اهم حاجه. اما الطينه ما تخافيش منها، لو فيها اي طينه هتبوش في الميه معاكي. وطبعا يفضل الحلبه البلدي، لان الحلبه البلدي فيها قيمات غذائيه عاليه قوي، وبصراحه بتنبت معاكي بسرعه، بطعمها حلو قوي. طبعا جبتها نقيتها ونضفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا جايبه الحلبه ديت الكيلو ب56، في ارخص منها ب45 بس وب50، بس انا بصراحه جايبه نوعيه نظيفه، الغالي ثمنه فيه. والحلبه البلدي بتبقى غاليه عن الحلبه العاديه. الحلبه العاديه بتبقى صفرا شويه، اما البلدي بتبقى ايه، غامقه كده ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ بصراحه انا فضيتها، ما لقيتش فيها لا طينه ولا رمل ولا زلط ولا حاجه خالص. ايه، احط عليها الميه كده، اغسلها وانضفها يومين 3 كده لحد ما الميه تبقى رايقه، وبعد كده ارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، غسلتها لحد ما بقت رايقه ازاي، ما عادش فيها اي عقار اهي. هسيبها بقت ايه زي 10 ساعات كده ولا 12 ساعه مسافه الليل يعني، نرجع نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا يا حبايبي، بعد ما عدى على الحلبه 8 ساعات في الميه هصفيها بقى ورصها مع بعض، ونشوف ازاي تخليها تنبت معاكي بسرعه وتطلع معاكي جميله قوي. والميه دي على فكره لما انت غاسله الحلبه ومنضفاها ممكن تشربيها، ممكن تشربيها بارده، ممكن تسخنيها وتشربيها. الميه بتاعت نقع الحلبه دي بتبقى صحيه قوي. انا عن نفسي بشربها بارده كده، يعني بستفيد بالقيمات الغذائيه بتاعتها. فلو نفسك تجيبك انك تشربيها اشربيها. بصوا بقى يا حبايبي، انا سبتها شويه لحد ما صفت الميه خالص، يعني زي ساعتين كده. ومن نجاح الحلبه معاكي انك ترصيها وهي ناشفه خالص، ما يكونش فيها ميه، وكل ما تعطشها ميه كل ما تنبت معاكي. شايفين ما شاء الله مسافه بس ما سبتها زي ساعتين كده ولا 3 اهو، بدات تنبت تنبته صغيره اهي كده. بقى تبقى شرقانه، اول ما تحطها وتبص عليها تاني يوم هتلاقيها بقت ايه، نبتت وكبرت خالص. طبعا ترصها في اللي انت عايزاه، لو فخار يبقى افضل طبعا. الموجود عندك بقت عندك حاجات جيلي زي ديت، عندك كوبايات ازاز، هنعملها برضه في مصافي كبيره هي، وكمان هنعملها مع بعض في قراطيس ورق. تجيبي ورق ابيض كده، اي كراسه بيضه عندك، وتعملي القرطاس اللي انت عايزاه، كبير صغير زي ما انتوا عايزين. عايزه تعملي كبير هتعمليه كبير اهو. طبعا طلع حجم الورقه معاكي يعني، انتوا كلكم طبعا عارفين القراطيس بتتعمل ازاي، بس هي لها حركه كده انا مش عارفه اعملها بصراحه، بتخلي القرطاس ما يفكش معاكي. انا طبعا عشان مش عارفه الحركه دي بعمل كده وخلاص، عشان ما يفتحش معايا كده. عشان نرصها مع بعض بقى، ما تكتريش خالص، يعني خلي الحاجه معاكي دايما ايه زي تلتها كده، مش نصها تلتها، لان الحلبه بتزيد. اي كوبايه عندك بقى، كوبايات صغيره كوبايات كبيره بتوفر عندي. انا حبيت بس ايه اوريكم كل الافكار. عايزاها تبقى عاليه خلي الحاجه نصها، عايزاها تبقى يعني على الوش كده وخلاص خلي الحاجه تلتها. ولازم تكوني منقيه الحلبه بتاعتك كويس قوي منضفاها، لان يبقى فيه عشبه كده، العشب بيبقى لون الحلبه. إيه لو ما خدتيش بالك منه هتلاقيه يجي تحت ضرسك كده، لا قدر الله ممكن يعمل لكم مشكله يعني. بعد كده بقى نحط في القرطاس. بسم الله. بص بقى، وانتوا بتحطوا في القرطاس لازم يكون الحته ديت نايمه كده، عشان ما تدخلش حلبه بين الورق وبعض. كده خلصت بقى. احط الباقي ايه في مصافي بقى، مصافي ألمونيوم، مصافي بلاستيك متوفر عندك حط فيه. كل ما الحلبة بقت خفيفة معاكي كل ما نبتت معاكي وبقت حلو، يعني ما تقلهاش. المية دي بقت ايه هعيش عليها يومين 3 كده، اشربها نخلصها. نغطي الحلبة مع بعض بقى. بصوا بقى يا حبايبي، اي قماش قديم عندك كده، طبعا دي كانت فانيلات اولادي، بشيلها الحاجات اللي زي دي لما تدوب كده عندي بشيلها، اعمل بقى الحلبة واغسلها وانضفها كده بميه فلتر وبلها ايه، واسيبها مبلوله كده واحط كده. طبعا يفضل تكون حاجات ايه قطن بتشرب ميه كتير. على بعضها كده، ورص القراطيس دي هنا في النصف كده. بسم الله كده.
بس بضطر ايه الورق بس كده، علشان طبعا ايه لو حطيت قماش مش هيعمل لها حاجه، فبل الورق كده. وممكن منديل مطبخ كده بالليل على كل كوبايه كده، ايه منديل مطبخ مبلول كده لو انت مش عايزه تحط قماش يعني. نشوفها بقى ان شاء الله بكره الصبح مع بعض. واوريكم برضه اهوت هشرب قدامكم الميه بتاعت الحلبه اهي، نوع الحلبه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصتها يا حبايبي اهي، اشربوها عشان تستفادوا بيها. ربنا يسعد قلوبكم، ما تستخسروش فيها اللايك، وحطوا لايك بالله عليكم. نتقابلوا الصبح بقى يا حبايبي. بصوا يا حبايبي ما شاء الله على الحلبه تاني يوم بعد 24 ساعه بالظبط، والله ما شاء الله. علشان طبعا معطشاها ومعموله بالطريقه الصح، نبتت بسرعه ولا فيها عفان ولا فيها اي حاجه خالص اهي. مسافه 24 ساعه بس. انا كنت بصراحه مش متوقعه ان هي ايه تكبر بالسرعه دي، بس عشان عطشتها ادت نتيجه حلوه قوي. لو انتوا عايزين تاكلوها بعد 24 ساعه هتاكلوها، بس انا طبعا ايه بحب اكبرها شويه، هسيبها كمان 24 ساعه وتشوفوها بكره معايا. طبعا لسه محطتش عليها ميه خالص من ساعه ما حطيتها معاكم. هرشها بالميه دلوقتي. بصوا حتى ديت كانت معموله معاكم اهوت، اتاكلت والله. عيالي كلوها لان بصراحه عجبتهم وقالوا احنا مش صابرين نستنوا لتاني يوم، فكلوا المصفى دي. وكمان كانوا عايزين ياكلوا من دول، قلت لهم لا سيبوها بقى لما تكبر كده، وكمان علشان التصوير وكده يعني. فانت لو عايزين تاكلوها بعد 24 ساعه تاكلوها. طبعا بلم القماش كله كده واحطه في ميه زي ما قلت لكم. لو مش عايزين تحطوا قماش هتحطوا مناديل اكل عادي خالص. شايفين ما شاء الله القراطيس بقى اتنفخت وعملت ازاي. طبعا انا نيمتها كلها كده فوق بعضها علشان تكمر بعضها وتكبر. كنت موقفاها معاكم بس رجعت ايه نيمتها. شايفين ما شاء الله. بكره بقى هتشوفوا ايه جمالها ان شاء الله باذن الله، يعني من غير مقاطعه يا رب. بصوا بقى انت عندك لو عندك بخاخه هترش الميه افضل، يعني افضل ما تحط الميه. طبعا دي بخاخه نظيفه يعني، كانت بتاعت عيالي مستخدمينها، مش عارفه بتاعت عطر كده، مش عارفه عطر ايه بصراحه. فالبخاخه ديت انا غسلاها من زمان وبستعملها لشعر عيالي، يعني بحط فيها ميه فلتر وبحط فيها ميه رز نوع رز وبسلك بقى شعر الاولاد وكده. فهي نظيفه يعني ما ريحتهاش اي برفان ولا حاجه من دي خالص. فانت لو عندك واحده زي دي او عندك واحده اللي هي بتاعت المكوى هتمسكيها وتعملها على الحلبه كده، او عايزه تعملي بايدك شويه ميه بسيط كده اعملي اللي يريحك. بس دي بصراحه اضمن، متخليش الميه تنزل على الحلبه كتيره، لان لو حطيت ميه كتيره على الحلبه هتعفن منك. الميه الكتير بتعفن الحلبه يا حبايبي. ميه بسيطه كده، كل ما الزرع بقى شرقان كده وتحط له ميه بسيطه يكبر معاكي بسرعه، يديكي نتيجه حلوه. هرشها كلها كده بقى عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. جربتهم كلك ميه هما. بكره بقى ان شاء الله افتحها معاكم تلاقوها كبرت خالص. بتاعت القراطيس بقى خلاها ايه مبلوله شويه جامد كده عشان ما حطيتش عليهم ميه. لو انت مش عايزه ترش ميه خالص وتخلي الحاجه اللي انت حطاها القماشه اللي انت حطاها على الحلبه بتنزل ميه كده برضو عادي، تمشي كده وتمشي كده. بس انا بصراحه ايه بفضل رش الميه عشان ما يبقاش في حتت كبيره وحتت صغيره. سيبها من هنا لبكره اشوفها بقى يا حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بصوا يا حبايبي بعد يوم ونص، لو كنت سبتها كملت 48 ساعه كان المفروض اسيبها لبعد الفجر. انا لما كنت حطاها بعد الفجر، فهي خدت معايا يوم ونص. يعني انا عملتها تاني يوم بالليل كده. عيالي كلوا المصفى التانية اهو، شايفين عامل ازاي. شوفوا بقت ايه. نقلبها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شايفين الجمال كده. نحطها قدام ضيوفك حاجه كده فاخر من الاخر ان شاء الله. شايفين الجمال. هعمل معاكم واحده برضه ثانيه اهي. بسم الله. هقلبهم كلك معاك.
ادي القلب، ادي التالت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى مع بعض القراطيس كده، القراطيس كبرت ازاي. الله، نرصها كده بقى في القرطاس الصغير طبعا. شايفين يا حبايبي ما شاء الله على جمال الحلبة. اذا كانت في القراطيس زي ما انتوا شايفين اهي، تحطها قدام ضيوفك كده، ايه حاجه بصراحه تشرف اي حد والله. وهتنبت معاكي مسافه يوم واحد بس، 24 ساعه هتاكلي منها. وبس كده يا حبايبي، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايبي. نسيت اقول لكم يا حبايبي، لو انت عامله كميه حلبة كبيره وخصوصا في الصيف، حطها في علبه كده وغطي عليها، وحطها في التلاجة تعيش معاكي زي ما انت عايزه.